بغيتي تطلع فورمه ناضيه ولكن ما عندكش الوقت لاصال ولا الجيب مازال ما مساعدش، غادي نقول لك واحد السر. العضلات ديالك ما كيفرقوش بين الحديد ديال لاصال وبين الوزن ديال الجسم ديالك. اليوم غنعطيك الخطه باش تبني فورمه مزيانه غير من الدار وبامكانيات بسيطه بزاف كيسحاب ليهم باللي الفورمه محبوسه غير في لاصال، ولكن الحقيقه هي ان الاستمراريه والطريقه الصحيحه هما اللي كيديروا الفرق. يلا جبد لي شي تيشيرت ديال الخدمه ووجد راسك وها شنو خاصك دير. اول حاجه حيد من بالك ديك الفكره ديال خاصك تبقى 3 سوايع في لاصال باش تطلع الفورمه. الدراسات كيقولوا باللي 54 دقيقه حتى لساعه كافيه بزاف. الا فتي هاد الوقت اللي قلت لك الجسم كيبدا يفرز هرمونات اللي كتهدم العضله، الكورتيزول. ركز على الجوده ماشي على الوقت اللي ضيعتي في التصاور والضحك مع الدراري وسط لاصال. تاني حاجه واللي هي الساس ديال هادشي كامل وهي الماكله. شوف، تقدر تريني بحال روني كولمان، ولكن الا كنتي كتدخل قل من البروتين اللي كيحتاجو الجسم ديالك فالعضلات ديالك ما غيبينوا لك والو. خاصك تعرف باللي العضله كتقطع في لاصال ولكن كتبنى في الدار بالماكله. داكشي علاش دخل البروتين، الكارب والدهون الصحيه وشرب الماء مزيان. هادشي هو اللي غيخلي العضله تزاد وتطلع فورمه زوينه. ولكن من هادشي كامل اهم حاجه هي الاستمراريه. بزاف كيبداو مجهدين السيمانه الاولى وكيقطعوا من بعد. داكشي علاش راه حسن ليك تريني 3 المرات في السيمانه وتداوم عليها مده طويله حتى توصل للهدف ديالك، حسن من انك تريني كل نهار وتحبس شهر. فالفورمه بحال الماراطون ماشي سباق ديال 100 متر. العضلات كيبغيو الصبر والوقت ماشي بين ليله ونهار. فالنصيحه اللي غنعطيك وهي نقص من الهضره في لاصال وقد ماكلتك وما تقطعش واخا يطرا الليطره باش تقدر توصل للهدف ديالك في الاخر. وإلا وصلتي حتى لهنا خلي ليا في الكومونتير شحال هادي وانت خدام على الفورمه ديالك، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع داك صاحبك اللي ديما كيبدا لاصال ويقطع. وإلا عجبك الفيديو خلي معاك لايك للفيديو واشترك في القناه وتسناو الفيديو الجاي.